المحمود هو الله، والمصلى والمسلم عليهم رسل الله، والمترضى عليهم أصحابهم وآلهم إلى يوم لقياه. أحبابنا الكرام، شهر رمضان شهر ليس الطعام ولا المنام ولا ملاذ الحياة المختلفة الكثيرة. نعم، يكثر في هذا الشهر التنوع من الأطعمة، ولا ضير إن شاء الله على القادرين، ماشي، بس بشرط أن لا يكون هناك سرف في هذا الخير. إطعام الطعام وتصنع العائلة الأكل، بس بدناش ماله يكون بعد ذلك زاد للشيطان. المهم، الجهاد في سبيل الله يا إخواننا موضوع حلقتنا، وقد تكلمنا عن الشهادة والشهداء. شهر رمضان شهر الله جعله في حياة الأمة الإسلامية شهر جد ونشاط، وليس شهر ماله سهر ليالي مع ملاذ النفس المباحة والمكروهة أو المحرمة، نقول ماشي، من أرجيله وغيراته، أو سهر على التلفزيونات والمسرحيات. لم يجعله الله عز وجل شهر تضيع أوقات. فيا لطول ندم العبد يوم القيامة على الوقت الذي يأتي يوم القيامة وقد كان خليا من حسنة ادخرها في المعاد، أو من درهم بالحلال انتفع به في المعاش. لأن أبرز صفة للمؤمنين كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم وخشوعهم الذين هم عن اللغو معرضون. قال: ما هو اللغو؟ قال: هو كل حالة، كل دقيقة تمر في حياتك لا تعود عليك بنفع دنيوي بالحلال ولا حسنة في المعاد وفي الآخرة. الجهاد ليس محصورا يا إخوان بجهاد الأعداء بالسيف وما في حكمه من الأسلحة المادية الدنيوية، وإنما الجهاد أعم من ذلك. أهم جهاد يا إخوان أن تجاهد نفسك على أن تحملها على الطاعات، ويسبق ذلك أن تحمل نفسك على تعلم ما هو مطلوبات الله منك أيها الإنسان، ثم تجاهد نفسك على هذا الأمر. ما ألذ أن تجلس على المرناء أو التلفاز أو الرائي كما يقال على لسان علي الطنطاوي الله يرحمه، الرائي زي الراديو والرائي الذي نرى فيه الصور، ماشي. أنا أقول لكن لا على اللهو، لا على المسرحيات التي مليئة الأمور الجارحة للإيمان والمنقص الحسنات من حسان شبه عاريات، أو من موضوعات تافهات لمسلسلات أو هكذا، أو على حساب الطاعات، على حساب التراويح، على حساب الصلاة على أول وقتها، على حساب السياج لكل صلاة بالنوافل. إن كنت مهملا أو مقصرا في النوافل في غير رمضان، إياك في رمضان أن يكون ديدنك كسائر الأيام. من جعل رمضان في عالم الطاعات نقولها مثل ما قبله فهو مغبون خسران. وإن كان مثل الطاعات عليه أن يزيد رصيده، أن يزيد. هذا جهاد للنفس، وهو أول أساس الجهاد الذي سوف يعلو ويزكو إلى جهاد الأعداء، والتضحية بالروح والمهج وبالأموال وبالعيال وهكذا. إذن الجهاد في سبيل الإخوان شهر رمضان والجهاد زي ما ماله كهاتين مقترنان. وقد ضرب المسلمون منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا والحمد لله أروع النماذج في التضحية في شهر رمضان، وفي شهر الغفران، وفي شهر الإحسان وهكذا. الجهاد بشكل عام ليس فقط محصورا كما قلنا بجهاد الباطل ماديا، وإنما يسبق أولا جهاد النفس بحملها على الطاعة وصبرها عن المعصية وتعلمها ما تدفع به الشبهات والفكرية
والشكوك وغير ذلك من الأمور. وجاءت سورة العصر تحرض على زاد الجهاد وهو الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وينسب الإمام الشافعي رحمه الله قال والله هذه يا إخوان السورة كافية أن تكون منهجا لإيش؟ للدين كله. كيف؟ قال إيمان أو عقيدة سليمة عبر عنها آمنوا، وإيش؟ عمل بمقتضى هذه العقيدة، ودعوة الغير إلى اعتناق هذه العقيدة والعمل بمقتضاها، وصبر على الدعوة. والصبر كما قال سيد قطب الله يرحمه كتاب في ظل القرآن الكريم قال ما أحوج أهل الحق إلى الصبر لأنه زاد وعدة للاستمرار في حمل يعني الدعوة والجهاد بها بيانيا وسنانيا ويعني فلسيا وماليا ويعني وتحمل الأذى في سبيل ذلك ماشي، وهجر الأوطان وترك يعني ملاذ الفراش وملاذ الطعام والبعد عن الأهل والأقارب وقد مالوا يفارقهم باستشهاد. فقال كما الإمام الشافعي لو لم ينزل الله عز وجل على الإنسانية إلا هذه السورة لوسعتهم وكفتهم وكانت حجة عليهم وكانت منهجا لهم ليحققوا فيه السعادة في الدارين الدنيوية والأبدية. كيف؟ الصبر هو زاد المسافر إلى الله عز وجل، صبر على الشهوات، صبر على انتفاش الباطل، صبر على طول الطريق وتأخر النصر. ليش؟ حتى يعبر القرآن الكريم أنه أنت توطن نفسك ولا تيأس وتبقى تقارع الباطل ماشي ولا تتنازل عن الحق قيد أنملة أو أنملة كما يقال. لأنه الحق يا إخوان بده تضحية حتى يثبت في أرض الله عز وجل. واستمع إلى هذه الآية قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم اسمعوا لنا الكتاب أذى كثيرا وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الأنبياء يا إخوان يصل وخلص المؤمنين لطول الطريق مع الصدام مع الباطل قد يعني يستطولوا الطريق وقد ييأسوا. ويعبر القرآن الكريم في آية بتقولها يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لكن ربنا بشرنا ألا إن نصر الله قريب. أهم نصر أن تنتصر على نفسك، أن تحملها على طاعة الله، أن تكفها عن معاصي الله عز وجل مكروهاته، أن يعني تنتصر على شهوة الشح. ليش؟ الجهاد بالمال يعني يعادل الجهاد بالإيش؟ الجهاد بالفلس يعادل الجهاد بالنفس، نعم، وأشق حتى وهكذا. فإذا حتى إن شاء الله يكون هذا الشهر دائما في أمتنا رافعة إيمانية ونستمر به متزودين من زاده الإيماني لسنة كاملة حتى يأتي رمضان القادم، لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم حرضنا وقال إنه نستمر بالطاعات. وكان السلف الصالح يعيشون مع رمضان عامهم كله، فهم قبله ب6 أشهر يسألون الله بإلحاح أن يبلغهم رمضان، فإذا جاء رمضان استبشروا به وأروا الله عز وجل من أنفسهم من الأعمال الصالحات في هذا الشهر ما يسرهم في القيامة أن يروه. فإذا ما ودعوه بالدموع، لا أوحش الله منك يا رمضان يا شهر المغفرة والجود والإحسان. ثم 6 أشهر وهم يقولون يا رب تقبل منا رمضان، 6 أشهر قبله بلغنا رمضان، 6 أشهر بعده تقبل منا رمضان، وهكذا يعيشون العمر كله رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحقق للأمة الإسلامية مناها وأمانيها بعز وتمكين بإذن المولى جل وعلا، وأن يعود للقدس طهره، وأن يعود للأمة الإسلامية لحمتها، ولا نعرف هذه ما يسمى الحدود والسدود. أنا دائما بقول للناس إن شاء الله
الله بيكتب لنا فيز، عفوا بيكتب لنا حج وعمر من غير فيز. العالم الإسلامي ماله يعني أرض واحدة، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاه من لب أوطاني. اللهم أمين. بلغ يا الأمة الإسلامية التمكين يا الله، حق لها التمكين، وأن تزول هذه السدود والحدود، وأن يزول الفرغ من الحكام الذين قال عنهم العوام بتتنصب لرجال هفية في آخر الزمان. أو قال في الحديث النبوي الذي يرويه أبو هريرة بنفس رواية سيدنا عمر لكن بضيف في أمارات الساعة، قال وأن تجد الصم البكم الذين لا يعقلون رؤوس الناس. والله يا إخواننا حكامنا بشكل عام نستثني بعضهم من الصالحين والجادين في رفعة الأمة، يعني ولا نريد أن نسمي حتى نختلف في يعني المعايير، ماشي نقول هؤلاء الصم البكم الذين يعقلون رؤوس الناس. وكما يقول العوام في آخر الزمان بتثمن الأرض المنسية وبتنفق البنت الغازية وبتتنصب لرجال الهفية اللي قال عنه النبي اللهم صل عليه هو يتكلم الرويبضة. مرة رويبضة رسول الله قال الرجل التافه يتحكم في مصائر الناس. مرة أخرى اللهم خلص الأمة من كل وهن وضعف يا رب العالمين، وحدها واجعل أرضها أرضا واحدة لا نعرف هذه بلد وهذا بلد آخر وهذه دول أخرى وفي حدود وسدود، وإنما ننساح في الأرض كما ينساح الهواء النافع والنسيم الطيب. وإلى لقاء آخر، نستودع الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.